السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البغاشة وجمال البغاشة. شايفين العظمة دي؟ هي نفس عجينة الفطير اللي هو فطير الأفران اللي عملناه مع بعض قبل كده، ورجعنا عملنا منه برضو بيتزا الفطير. بيتزا الفطير هي نفس العجينة بالظبط، بس الاختلاف بقى في الطريقة نفسها، مش نفس الخطوات، الطريقة اختلفت شوية. شايفين العظمة دي اسمها ايه؟ البغاشة. كل اللي هنحتاجه للبغاشة كيلو من الدقيق، ومعلقة كبيرة من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الملح، 5 معالق كده حلوين من الزيت، و5 معالق كبار مليانين من السكر بما يعادل 100 جرام، و400 جرام 400 ملي من المية، وزبدة المارجرين هاخد منها 350 جرام من زبدة المارجرين، وده شكلها للي حابب يعرف ويشتريها. دي مش لونها اصفر زي باقي الزبدة اللي احنا عارفينها، دي بيكون لونها افتح شوية. هوريها لكم دلوقتي وسايبها لكم كده عشان اللي حابب يعرف شكلها عشان ما يجي يشتريها. طيب اول حاجة هعملها ان انا هنزل ب 400 ملي من الميه، هنزل فيهم بمعلقه صغيره من الملح و5 معالق كبار من السكر، وهدوب كويس جدا الحاجات دي في بعضها. طيب ليه 400 مللي من الميه؟ خلينا في 400 مللي من الميه وندوب فيهم الملح والسكر، ولو احتاجنا ميه بعد كده نحط، لان مقدار الدقيق بيختلف مقدار الميه بتاعته من عجينه للتانيه. طيب انا دوبت الملح والسكر في 400 مللي من الميه، ودلوقتي رحت على الدقيق هنزل عليها بمعلقه سمنه بدرجه حراره المطبخ، و اتوه معلقه السمنه دي في الدقيق، وبعد كده هبدا انزل تدريجيا بالميه اللي دوبت فيها الملح والسكر. طبعا انا قلت لكم المفترض ان لو كيلو دقيق بياخد نص كيلو من الميه، يعني نص لتر من الميه، بس عشان خاطر نوع الدقيق ممكن يحتاج اقل او اكتر، فخلينا 400 مللي من الميه، ولو احتاجنا ميه نبقى نضيف. هغير بقى الكف لان انا كنت حاطه الكف واحط الخطاف ده عشان يعجن لي كويس. لو احتاجنا ميه بنضيف ميه، ما احتاجناش ميه يبقى خلاص. على كل ده بيختلف على حسب نوع الدقيق. طيب امتى بقى بضيف الزيت؟ لما احس ان العجينه تاهت وبقت تمام جدا، هبدا انزل ب5 معالق كبار حلوين كده من الزيت عشان يديله لمعه حلوه. وزي ما اتفقنا ما نكترش قوي في الميه، احنا محتاجين العجينه بتاعتنا تكون يابسه شويه، مش طريه قوي، عايزينها يابسه شويه عشان خاطر لما اجي انا عاملاها الزبده وافردها عليها العجينه تكون مستحمله، يعني ما تبقاش ناعمه قوي، تبقى العجينه يابسه شويه. ده شكل العجينه بتاعتنا. طيب انا عايزه برضو اطمن انها يابسه، هدي رشه دقيق وهنزل بالعجينه بتاعتي واديها كام عجنه كده، المها كويس على الرخام. ليه؟ عشان ايبس العجينه شويه. ليه هيبسها؟ عشان خاطر ما تعذبنيش وانا بفرد الزبده عليها. اتفقنا؟ يبقى احنا كده هنبدأ نعمل شوية كده في العجينة، نيبسها بس مع الدقيق عشان العجينة تكون مخدومة كويس بس في نفس الوقت يابسة شوية. هسيبها بقى ترتاح، اغطيها كويس واسيبها ترتاح، ويلا بينا ننعم الزبدة بتاعتنا. دي زبدة المارجرين اللي شفناها مع بعض، بحطها كده في ورقة الزبدة وابدأ اديها كام تخبيطة كده على الرخامة. مش عايزه تديها كام تخبيطه، حطيها في طبق وابداي. شايفين لونها فاتح ازاي عن الزبده اللي احنا متعودين عليها؟ ابدا ان انا ادعك فيها كويس قوي لحد ما اخليها ناعمه خالص. ممنوع ادخلها الميكروويف او اعرضها لدرجه حراره ولا اي حاجه. طيب في حد هيقول لي ينفع نستخدم انواع تانية من الزبده؟ لا، زبده الفرد هي زبده مارجرين، بفضل اعمل فيها وادعك فيها لحد ما توصل معايا للقوام الناعم ده عشان اقدر افردها على العجين بمنتهى السهوله. سيبنا العجين يرتاح له ربع ساعة، هنبدأ بقى دلوقتي نفرده. هفرده بإيه وهفرده سمك إيه؟ افرديه براحتك خالص. سمك إيه؟ ما شرطش السمك، افرديه زي ما أنت عايز. في المرحلة دي ما بندققش خالص على السمك، تخليه تخين تخليه رفيع زي ما أنت عايز. أهم حاجة إنك تحطي له مقدار الزبدة اللي اتفقنا عليها. شايفين لما تكون العجينة يابسة بقى بتيجي تفردي الزبدة تتفرد معاكي بمنتهى السهولة زي ما شفنا كده. العجينه بتبقى مستحمله معاكي. فردك للزبده وتنعيمك للزبده بيكون سر نجاح برضو الفرد. اهم حاجه ما اسيبش منطقه في العجينه ما حطيتش فيها زبده، ولازم كيلو دقيق ياخد المقدار ده من الزبده. سواء بقى انت فردها كبيره فردها قليله، حاولي توزعي الزبده على العجينه اللي فردتيها كلها، ما تسيبيش فيها مكان ما حطيتيش فيه. ليه؟ علشان خاطر يعني ما تطلعش مجلده وتطلع وحشه، يطلع كل الفطير بتاعك وكل البغاشه وكل حاجه بتعمليها تطلع مورقه كلها 10/10. بنفرد بالشكل ده كده ونطمن على ان كل مكان في العجينه بتاعتنا اتغطى بالزبده كويس وخد المقدار كله. هبدا الف واشد كده، الف واشد بالشكل ده. انا مش بلف بس، انا بلف وبشد برضو، ونقفل الطرف كويس كده، وبعدين ابدا اقعد الفلف بقى العجينه على الرخامه بالشكل ده. تلاقوها بتكبر معاكم وبتطول معاكم. بعد ما هلفلفها كلها هبدا امسكها برضو واشد فيها. كل ده توريق للعجينه بتاعتي. الحركات دي مهمه جدا جدا جدا، ده هيديكي
توريقة حلوة للفطير والبغاشة وأي حاجة بتعمليها بالشكل ده، وأبدأ أشد فيها بالشكل ده كده، كل ده يعتبر توريق ليها وتنعيم للزبدة فيها جواها، وكده هتبقى ما شاء الله معاكم، هتشوفوا قد إيه هشة وجميلة ومورقة جدا. طيب بعد ما هعمل فيها كده هعمل فيها إيه؟ هبدأ أقطعها بقى الأحجام اللي تناسبني. قطعي الحجم اللي أنت عايزاه، أنا بالنسبة لي قطعت كبير وصغير، أنت بالنسبة لك تقدري تقطعي كبير، تقدري تقطعي صغير، تقدري تقطعي التقطيعة اللي أنت عايزاه. قطعي بقى زي ما انت عايزه، دي مثلا كبيره، بعد كده هصغرها شويه، وكل ما كانت البغشايه صغيره كل ما تبقى افضل، يعني لو تقدري تصغري عن المقدار اللي انا عاملاه كمان صغري عشان يعمل معاكي عدد كبير وتقدري تجاملي عدد اكبر. اهو شايفين التوريقه الزبده جواها عامله ازاي وطبقات الزبده عامله ازاي. انا هقطع طبعا العجينه كلها بالشكل ده، ونرجع نشوف الخطوه اللي عليها الدور باذن الله مع بعض. بس يفضل طبعا ان انا بعد ما هقطع العجينه كلها اسيبها ترتاح 10 دقايق كده، وبعدين ارجع افردها عشان تتفرد معايا بسهوله ما تقعدش تلم مني. يبقى انا بعد ما قطعت العجينه سبتها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده دهنت الرخامه زيت وبدات ان انا ابططها وافردها بالشكل ده. هحاول اعملها شكل مستطيل، اي نعم المستطيل بتاعي يعني تعبان شويه، بس مش مشكله، انتوا ان شاء الله تعملوها احلى مني. هعملها بشكل مستطيل، واجيب الطرف ده كده للجهادي، والطرف التاني هجيبه على الطرف الاولاني اللي انا عملته، وبعدين هارفعها بطاطها سيكه كده، وبعدين ارفعها اشدها شويه، وبعدين ابدا اجيب الطرف ده كده للنص والطرف ده فوق، وبس كده تمام قوي. هعمل نفس الحركه في واحده تانية معاكم عشان الفكره توضح. دهنت الرخامه زيت، وبعدين جبت العجينه اللي انا قطعتها معايا اللي اتفقنا ان احنا ريحناها 10 دقايق، وبعدين هبدا افردها شكل مستطيل، وبعدين هبدا اجيب الطرف ده لنصه كده، وبعدين الطرف التاني للنص التاني، وابططها كويس، وبعدين ابدا امطها بالشكل ده، واجيب دي للنص، واجيب دي اللي فوقيها كده بالشكل ده، واحطها على جنب، وهكذا بقى لحد ما اخلص الكميه كلها. وبعد كده هحطها في صينيه مدهونه زيت واخليهم يرتاحوا ربع ساعه. يبقى احنا ريحنا العجينه الاول نص ساعه، وبعدين رجعنا ريحناها لما قطعناها 10 دقايق، ودلوقتي هنريحها نقول نص ساعه كمان او ربع ساعه زي ما ظروفكم تسمح. كل ما تريحيها كل ما يبقى افضل. وبعد كده هبدأ برضه أدهن الرخامة زيت، وأبدأ بقى في المرحلة دي هفردها رفيع جدا لدرجة إن أنا هبططها، وكمان أعملها بالمردانة عشان المرحلة دي بقى مهم إن أنا أخليها سمكها مفيش، يعني سمكها يكون كم ملي. هوريكم شكلها اهو، وهوريكم إن هي كم ملي ملهاش سمك يعتبر، ده بالشكل ده. وطبعا تكوني محضرة الصينية بتاعتك ودهنها زيت علشان خاطر ان احنا هنبدأ نحط عليها البغاشة بتاعتنا اللي احنا عملناها. شايفين ملهاش سمك خالص، دي صينية دهنتها زيت، وهبدأ اعمل نفس الكلام في كل البغاشة بتاعتي. طبعا انا عشان مش عامله احجام واحده فهتلاقوا كبير وصغير، انتوا بقى تقدري تعملي اللي انت عايزاه. وجهزت سمنه وحطيت عليها شويه زيت، وبدات ادهن بيها بالفرشه كده الوش بتاع البغاشه، وهسيبها ترتاح نص ساعه، ضروري ترتاح نص ساعه عشان ما تكشش مني في الفرن. وابدا دلوقتي بقى اجيب حله احط فيها ميه، وحله تانية فوقيها، واحط شوكولاته عشان تسيح لو انت حابه تزينها بالشوكولاته. وضروري تضمني ان الحله اللي فوق اللي فيها الشوكولاته ما يكونش بيوصل لها اي ميه من الميه اللي تحت، عشان تسيح وتبقى جميله معاكي. في بعض انواع الشوكولاتات بتحتاج تضيف لها شويه زيت، وفي بعض انواع الشوكولاتات ما بتحتاجش ولا حاجه. انا استخدمت شوكولاته سما، والشوكولاته معايا تبقى جاهزه. ابدا اجهز بقى شربات تقيل، برضو يفضل يكون معمول من بدري ويكون بارد، ده شربات تقيل بارد. هسيب لكم طريقه الشربات عشان تعملوه ما يسكرش منكم، لو قاعد السنه كامله عمره ما يسكر معاكم، ويكون مناسب ليكم ولكل الحلويات بتاعتكم باذن الله. احنا هنحتاج شربات تقيل بارد. وده بعد ما العجينه بتاعتي ارتاحت نص ساعه دخلتها الفرن. شايفين قبه ازاي؟ كلها قبه ما شاء الله اللهم بارك، كلها قبه ومورقه كلها. هدخلها بقى درجه حراره الفرن من 200 ل 220، ونبص عليها كل شويه علشان خاطر لو في حاجه عايزه تتضير بقى، احمرت من هنا ما احمرتش من هنا، ابدا اضير الصواني بتاعتي واطمن ان الحاجة بتاعتي بتتحمر كويس. هقلب الحاجات دي كلها واتابعها في الفرن، وبعد كده هطلعها. هوريكم درجة حمارها في الفرن اللي احنا بناء عليها نبدأ نطلعها. يبقى احنا دلوقتي عملنا الشربات، ويفضل يكون تقيل وبارد خالص. ودلوقتي لما طلعت من الفرن بالشكل ده هنقلها بقى في صينيه لها حرف، لان انا هسقيها شربات، لان الصواني دي ما لهاش حرف، فانا محتاجه احطها في صينيه لما اسقيها شربات ما يوقعش معايا. نقلتهم كلهم في، طبعا انا عامله 3 صواني بالشكل ده بس عشان الكاميرا مش هتجيب الا ده بس، فانا حطيت لكم صينيتين. و
هبدأ بقى أسقسق الشربات التقيل البارد اللي أنا هسيب لكم طريقته بإذن الله عشان تعملوه يقعد معاكم بالسنة ما يسكرش، هتبقوا أساتذة في عمايل الشربات. ونبدأ بقى نسقيه شربات تقيل بارد بالشكل ده اللي هو شربات الكنافة، ونسقسق حلو كده. وبصوا عظمة، طعمها حلو جدا. هنسقسق كله بقى شربات، وبعدين هنبدأ نزين بقى بشوكولاتة بيضة أو شوكولاتة بني أو دارك، النوع المناسب عندك أو اللي انت حباه تقدري تعمليه. حابة ترشي والله سكر بودرة رشي، حابة تعملي أي تزيينة انت بقى بتبقي حرة فيها. أنا كنت سيحت الشوكولاتة زي ما شفنا، سيحت شوكولاتة بني وشوكولاتة أبيض، و حطيتها في كيس وعملت له فتحة صغيرة كده، وهبدأ أزين بيها بالشكل ده. طبعا أنا هعمل بالشوكولاتة البني وبعد كده هعمل بالشوكولاتة البيضاء. انت تقدري ترشي سكر بودرة، تقدري تكتفي بيها كده زي ما انت عايزة. تعملي شوكولاتة، تعملي أي تزيينة انت بتحبيها اعمليها. بس انا شايفه ان هي كانت بالشوكولاته كانت لذيذه جدا وجميله، بس في ناس برضو مش بيحبوها بالشوكليت، فالمتاح ليكي واللي انت حباه تبداي تزيني بيه وتعرضيه. برضو هاخد واحده كده على طبق بعد ما اخلص تزيين علشان افتحها معاكم واوريكم قد ايه مورقه وهشه من جوه وكلها قبه. ده دليل على ان احنا نجحنا جدا في عمايل البغاشه بتاعتنا. دايما نسمع ايه دي حته بغاشه مش عارف ايه، هي دي البغاشه اللي دايما بنتكلم عنها. هجيب بقى واحده كده في طبق ونبدا نفتحها مع بعض ونشوفها عامله ازاي من جوه. شايفين شكلها حلو جدا، بس دي طبعا حجمها كبير. انت كل ما تصغري التقطيعه بتاعتك كل ما تعملي البغاشيه بتاعتك صغيره كل ما تبقى اجمل واجمل، او على حسب ما بتحبوا. يعني كل الحاجات دي بتبقى اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبكوش اللي كده، فالله المستعان. هقطع واحده بقى كده واوريها لكم قد ايه هشه من جوه ومورقه خالص. ودي كانت حلقتنا النهارده، بتمنى تكون عجبتكم، واقول لكم في رعايه الله، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.